عاجل ورسميا ألف مبروك للعراق. رسميا السودان تودع. هارد لك لكل سوداني أصيل يتقطع قلبي على السودان. وش قصة التحكيم مع السودان؟ أمام الجزائر بلنتي عيني عينك ما انحسب. اليوم من المخادمة وحذرنا من المخادمة، بلنتي ما انحسب. كيف تتأهل السودان؟ لا خلاص لازم تفوز 6-0 على البحرين وتخسر الجزائر بهدف أكثر من هدفين. يعني رسميا العراق والجزائر سوداني. ملح هذا البطولة الجمهور السوداني اللي حضر ودعم وآزر لا يكون ضد العراق. أنا مع الكرة الحلوة. المنتخب السوداني اليوم تمت سلبت حقوقه وما له صلاح المنتخب العراقي. البلا من الحكم اللي ما راح للفار المخادمة. هذا كازول لا تنسى. كل العالم تشهد على كلامي. انا توقعت فوز العراق 2-0 على السودان. السودان راح تندم على الفرصه ضيعت الشوط الاول. والعراق ولا عد كلام. حكيت لكم نسخه اسد جوكر بكاس العرب غير يا عالم. 2-0 وكنت عد كلامي وما حد صدقني والكل يضحك علي وحكوا لي مستحيل. هارتك اخواني في السودان، لك هالتوقع انا كنت حاس والمعطيات كانت واضحه قدامي. الف مبروك يا بطل يا عراقي، ارفع راسك بمنتخب بلدك ومبروك تاهلك لربع النهائي. العراق الى نهائي كاس العرب. من هسه بحكيها للجميع، ديروا بالكم من العراق انه والله منتخب مرعب وغدار. نداء إلى المنتخب الجزائري، احذروا اسود الرافدين. دا تشوفون مباراة العراق والسودان، لحد الآن العراق متقدم 2-0، فجايينكم إن شاء الله وراح نجلدكم الثلاثة. وتذكرونا يا أهل الجزائر، طبعا سوون تاك لأهل الجزائر، كتبوا لنا بالتعليقات رأيكم بمباراة العراق والسودان، وش تتوقعون مباراة العراق والجزائر المقبلة. العراق ألف مبروك تأهل إلى الدور الثاني. ننتظر المباراة الفاصلة، هل راح نلعب ويا مصر أو نلعب ويا الأردن بالدور الثاني. ولا تنسون تضغط على الزائد للمتابعة. يابا ترى قبت العياطة، صفارات الانذار قامت تدق. كل ما يغلب المنتخب الوطني العراقي هاي الصفارات يعني يحذرون المنتخبات العالم كلها. العراق قادم الى كأس العالم وراح ناخذ كأس العالم. المنتخب العراقي في آخر الدقائق يفعلها ويعود عودة قوية جدا وسط أجواء حماسية ونارية. وللأمانة كلا الفريقين أبدعوا وتميزوا، ولكن كانت الكلمة الفاصلة للمنتخب العراقي. ونقول ألف ألف مبروك للمنتخب العراقي وهارد لك للمنتخب السوداني. عاجل 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 وش اللي صار؟ علموني فهموني. مباريتين من السودان سوريكات. السودان تودع بفضيحة تحكيمية أمام الجزائر. سوريكات 3 نقاط بلنتي عينك يا حكم. واليوم أمام العراق تخسر بهدفين. اليوم أمام العراق بلنتي سليم لم يحسن من المخادمة. يا زول. هارد لك لكل سوداني، اعمل الإضافة أطيب. كيف لا وأن زعيم هذه البطولة ب4 مرات يودع. عراق المجد والتاريخ والفن والكبرياء. العراق في كأس العرب لحظة. مبروك لكل العراقيون. وأنا قلتها لكم مع كل المنتخبات، الحياد شعارنا ونقول كلمة الحق. قبل نكمل الإضافة يا ابن العراق، أكثر منتخب حقق اللقب في كأس العرب العراق ب4 يا للجنون. زعيم هذه البطولة. أكثر منتخب سجل أهداف العراق 51. أكثر منتخب حقق انتصارات العراق 18. أكثر منتخب فاز في النسخة الواحدة 5. الله. وأكثر منتخب حقق اللقب 4 مرات. رعب العراق. إني أراك يا عراق في المونديال. العراق والسعودية والأردن. قارة آسيا تضرب أفريقيا ولا تبالي. 3 مقاعد لعرب آسيا في ربع نهائي كأس العرب. مبروك للشعب. أفقد الجمهور السوداني. يا السوداني يا حتى التلفزيون خرب يا اخوان. يلا من حقها تفرح. هارد لك صقور الجديان. مبروك العراق. بالدموع يا مصطفى، قدمت مباراة كبيرة يا زول. تحية للسودان. هارد لك والله. للمنتخب العراقي ميمي. الحكم ما حسب بلنتي للسودان، ولكن هنا العراق. يا أرنوغ. إذن وتصعب. يا زول.
العراق تتقدم وتعبر رسميا في الصدارة، والسودان حتى لو انتصرت أمام البحرين لن يكفي تأهلها للأسف، إلا أن تخسر الجزائر وبفارق الأهداف. لازم 6-0 على البحرين والمباراة صعبة. الله السيناريو يغبن يقتل. رسميا نهاية مباراة منتخبنا الوطني العراقي أمام المنتخب السوداني بفوز منتخبنا الوطني العراقي 2-0. جاءت الأهداف عن طريق اللاعب مهند علي، والهدف الثاني عن طريق اللاعب أمجد عطوان. ألف مبروك جماهير المنتخب العراقي، الكل تكتب بالتعليقات ألف مبروك وضيفوا الحساب. جميع مباريات المنتخب العراقي أنا راح أفتحها بث مباشر على هذا حسابي، فإذا أنت مهتم بأخبار المنتخب العراقي ضيف الحساب، وحياك الله في مان الله. كل العالم تشهد على كلامي، انا توقعت فوز العراق 2-0 على السودان. السودان راح تندم على الفرصه ضيعتها الشوط الاول، والعراق ولا عد كلام راح تفوز 2-0. واذا العراق خسرت من السودان او حتى فازت 1-0 ما فازت 2-0 او طلع كلامي غلط، انا ما افهم كرة القدم وما بكون بستاهل لقب ملك التوقعات. ارجعوا لي عراقي، افرح يا بطل. مارس الجوكر يحكي لك انك راح تفوز، اقول لك في ايه؟ ولا عراقي صدقني، قلت لكم راح افوز. حبايبي اهل السودان والله حبايبي، بس والله انا حاسس ان العراق راح تفوز فعلا 1-0 وراح يسجلوا كمان جول، 3-0 راح تنتهي. انا تحديت كل العالم، افرح يا عراقي افرح يا قلبي. وهارد لك يا سوداني والله هارد لك، بس والله العراقي حارب. العراقي مش طبيعيين، العراقيين مش طبيعيين.